اخيرا جبت لكم الحشوه اللي كتقلبوا عليها كاملين. حشوه ميلفاي كتجي غزاله، وانا متاكده الا جربتها غادي تعجبكم وغادي تولي هذه طريقتكم المعتمده. قبل ما نبداو الفيديو كيف العاده ما تنساوش تفرحوني بلايك للتشجيع فضلا وليس امرا، وبقاو معايا تشوفوا الطريقه والمقادير. وهنا في واحد الاناء غادي نديرو 500 غرام ديال الدقيق يكون نوعيه جيده نص كيلو. غادي ندير واحد معلقه كبيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملحه، غندير 2 معالق ديال الزيت المائده بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف واحد ساشي د الفاني. صافي هنا من بعد ما غادي ندير الفاني غادي نخلط هاد النواشف مع بعض، عاد نضيفو الزبده. بالنسبه للزبده هني خديت 250 غرام ديال الزبده. هاد الطريقه ديال العجين المورق يعني تخدموا به اي حاجه بغيتو، يعني ميلفاي، شي حاجه معمره، حلوه، مالحه، يعني غير تبعوا الطريقه وغادي تنجح معاكم. هنا من بعد ما خديت 250 غرام الزبده اللي كتكون خاصه بالتوريق، المهم انا النوع اللي استعملت ايديال البنات، كنديرو في هذاك الدقيق وكنبدا نحكو. الزبده كتكون بالحراره ديال المطبخ ماشي بارده كيف كتشوفوا معايا، حيت دابا الجو بارد. الا كان الجو سخون ضروري غتبردوا الزبده ديالكم. صافي هنايا بعد ما حكيت الزبده ديالي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، هاد الطريقه كتجي واعره وما فيهاش تماره بزاف، يعني دغيا كنوجدوا العجين المورق ديالنا. هنايا من بعد ما حكيت الزبده كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل كنخلطها مع داك الدقيق كامل باش تخلط لي، يعني ما تبقى لي حتى بلاصه ما فيهاش الزبده، يعني ديك الزبده كامله تدخل في داك الدقيق. نتمنى تكون الطريقه واضحه لكم. هنا درت واحد 2 معالق ديال الخل كيف كتشوفوا معايا. هنا غادي السر ديال العجين المورق هو هذا الياغورت الطبيعي. ياغورت طبيعي كيعطي واحد النتيجه اللي زوينه، غير جربوها البنات وما غاديش تندموا. ضفت هنا غادي نضيف هاد العلبه الوزن ديالها 110 غرام. صافي هنايا بديت كنجمع بالماء. بالنسبه للكميه ديال الماء ما غاديش نكمل الكاس غادي يبقى لي 4 كاس منه. وها نتوما كيف غادي تشوفوا معايا، يعني كنضيف غير شويه بشويه د الماء وانا كنجمع، يعني ما نضيفوش كميه الماء كثيره. الا ضفنا الماء كثير راه غادي تجرى لينا العجينه وغادي تضيع لينا العجين، يعني ضيفوا غير شويه بشويه وانتم ما كتدلكوش، غير كتجمعوا كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. يعني الطريقه راها واضحه لكم. ها انتم كنبقى نجمع وما كندلكش، غير كنجمع هكا كنضمنوا العجين ديالنا ناجح. صافي هنا كنحاول نسرع لكم الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. ها نتوما كيف كتشوفوا يعني كنبقى نجمع وكنحاول هذاك الجناب اللي مازال فيه الدقيق كنجمعو في واحد الجهه وكنعاد كنضيف له الماء كيف غادي تشوفوا معايا هكا باش كنضمنوا العجين ديالنا. حيت ضفنا ديك العلبه ديال الياغورت ما غاديش نكملوا هذاك الكاس، يعني راه جمعنا الياغورت شويه وكنكملوا بالماء. هانتوما كندير غير قطيره وكنجمع. هانتوما كيف كتشوفوا معايا ديال الطريقه باش تجمعوا بها العجين المورق ديالكم. صافي هنايا كيكون العجين المورق ديالنا واجد كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. صافي هي هذه العجينه يعني كتكون شويه قابطه راسها ما كتكونش مرخوفه. هنا هانتوما كتشوفوا عرفتي البنات كنحلها لكم كتجي مورقه من الداخل حيت ما مدلوكاش وهذيك الزبده مجموعه فيها. صافي مباشره كنحطها فوق سطح العمل. انا خدمت بها ديك الساعات يعني ما خليتهاش ارتاحت، نتوما ممكن تخليوها ترتاح. وكنبدا نطلقها بالدلاك. هنا غادي نعاون شويه بالدقيق ما نكثروش بزاف غير شويه باش كتطلق لينا العجينه. وهنا حاولت نسرع لكم الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل اكثر من القياس. المهم طلقوا العجينه ديالكم مزيان، يعني تعطيوها الطول والعرض كيف كتشوفوا معايا. هاد الطريقه كيف قلت لكم كتعطي نتيجه اللي زوينه. صافي هنايا من بعد ما عطيتها الطول والعرض غادي نقطعها كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا. غادي نقطعها على 3 وغادي ناخذ الطرف الاول غادي نطويه بهذا الشكل هذا. يعني الفيديو راه شارحه نتوما كنطوي الثانيه الثانيه بهذا الشكل. صافي والثالثه هكا كتكون العجين المورق ديالنا واجد، والاهم ما تعبناش فيه ودغيا كيوجد. صافي كنبقى ندير وحده في قلب وحده كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا، يعني كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. نتمنى تكون الطريقه راها واضحه لكم. هكا كيف قلت لكم كيكون العجين ديالنا مورق واجد. هنا ممكن تخدموا به اولا كيف قلت لكم تحضروا به المملحات، اي حاجه حلو او المالح، وتحضروا به الملفاي اللي بغيتو البنات كيكون كيعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. هانتوما صافي هذه هي الطريقه. شوفوا راه ما كاين ما اسهل من الطريقه هذه. صافي هنا كنبدا نطلق العجين ديالي. هنا تخليو العجين ديالكم يرتاح، ضروري يرتاح شويه باش كتطلق لكم العجينه. واول مرحله منين تبغيو تطلقوا العجينه ديالكم خاصكم تستعملوا هكا بالدلاك، يعني تاخذوا الدلاك وتبداو هكا كتمشيو العجينه غير بشويه بشويه باش عاد تطلقوها، ما تعطيوهاش الشد ديالكم في الاول. يعني نتمنى تكون الطريقه واضحه لكم.
صافي هنايا من بعد ما طلقت العجينه ديالي مزيان كيف كتشوفوا كنحاول نعطيها مزيان، حيت هنا صافي العجينه كتكون واجده كيف قلت لكم، وغادي نبدا نقطعها بالموس كيف غادي تشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. ودائما العجين ديالكم تبقاو تهزوه وتوليو تقلبوه وانتم كتطلقوا العجينه باش منين تجيو تقطعوها بالموس ما تجمعش ليكم. نتمنى تكون الطريقه واضحه لكم وتبقاو تعاونوا شويه بالدقيق باش ما تلصقش لكم. ها نتوما باش كنجيب كل قطعه بحال بحال كنقطع القطعه الاولى، يعني كنتني الاولى كنتني الثانيه بهذا الشكل هذا وكيترسموا لي يعني هكا، وكنقسمها. نتوما كتشوفوا معايا في الفيديو كناخذوا واحد الموس وكنبداو نقطعوا، يعني كيجي كل طرف قد ما كيجيش طرف. وحاولوا هذوك الجوانب الا بغيتوا تحيدهم، انا كان عليا في الاول نحيدهم ما حيدتهم، صافي خليتهم هكاك حتى طابت لي الملفاي وعمرتها، عاد زولتهم هذوك الجوانب بالموس، يعني قديت الملفاي ديالي. هنايا السر ديال الملفاي او العجين الموراق تقبوه مزيان بالفرشيطه، يعني الملفاي غنتقبوه، عجين واحد اخر يعني شكل واحد اخر ما غنتقبوش. السر ديالو شنو هو البنات؟ هو الفران يكون سخون، كنحطوا اللاطه ديالنا د الفران في الفران اللي كيكون سخون العافيه مجهده، كنخليوها لمده 5 دقائق وهي مجهده، من بعد كنقصولها وكنخليوها حتى كطيب من الداخل وكتورق. هنا من بعد ما طيبتهم تبارك الله ما شاء الله جاو غزالين بزاف، كنخليوهم في جانب. هنا لاله غادي ندوزو نحضروا الحشوه العجيبه اللي كلشي كيقلب عليها، وانا جبتها لكم بطريقه سهله. عرفتي البنات جات تماما بحالها، جات زوينه بزاف. هنا في واحد الكاسرون كنديروا 2 كيسان ديال العسل، 2 كيسان ديال العسل كيف كتشوفوا معايا كنديرهم في كاسرون وكنخليهم في جانب. هنا غادي ناخذ واحد 5 د المعالق ديال الطحين الدقيق الابيض، 5 ديال المعالق و5 راه معامرين كيف كتشوفوا معايا. غادي ندير هاد الطحين هذا غادي نحمرو فوق النار اللي كتكون مهيله، ماشي حتى يولي اللون ديالو بني يعني مغلوق، يولي اللون ديالو مغلوق، غير بحال داك الطحين ديالنا او الدقيق غير يطيب كيف غادي تشوفوا معايا، ما يجيش محمر بزاف وفي نفس الوقت ما يبقاش بيض، غير يطيب داك الطحين بحال اللي كنحمروه. صافي هانتوما شوفوا معايا اللون اللي بغيت انا، داك اللون مذهب يعني مفتح ماشي مغلوق وماشي بيض. صافي هنايا كنضيفوا هاد الكميه كامله كنديرها على العسل. من بعد ما غادي نديرو على العسل غادي ناخذ الخلاط اليدوي وغادي نبقى نخلط داك الدقيق مزيان مع العسل وغادي نردو على النار. صافي نخلطوا هاد العسل مع الدقيق مزيان كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، وكنردوا على العافيه اللي كتكون مهيله. في الاول غادي يبدا لكم بحال اللي جاري حيت العسل كيبدا يترخى ملي كتكون فوق العافيه، غير هو كيبدا الغليه الاولى الغليه الثانيه كيبدا يعقد. صافي كنبقى نحرك بهذا الشكل هذا حتى كيولي كيف غادي تشوفوا معايا عاقد وشاد راسو. ها نتوما شوفوا معايا كيف ولا على هذا الشكل، ومباشره كنخدموا به سخون، ما تقولوش حتى يبرد عاد نديروه في الميلفاي ديالنا، هو سخون وانتما كديروه راه ما كيرطبناش هذيك الميلفاي، بالعكس كتبقى مقرمشه حيت داك العسل كيبقى محافظ على التقرميشه ديال كل طبقه ديال الميلفاي. واخا يبقى مده اسبوع كتبقى هذيك الطبقه مقرمشه، عكس الكريمه. الكريمه البنات ملي الا بقات غير لمده يومين او لا غد ليه ديك الطبقه ديال الميلفاي كتولي رطبه، واخا مورقه كتولي رطبه. نتمنى تكون الطريقه واضحه. صافي كندير واحد الكميه من هاد الطبقه هذه حيت معروفه الطبقه ديال الميلفاي يعني ديال الزنقه ما كتكونش واحد الطبقه اللي كتكون عامره بزاف، يعني الطبقه اللي كتكون مزيانه ماشي عامره وماشي. صافي كنحاول نمشيها وهي سخونه كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، كنحاول نقادها. عرفتي جات هاد الميلفاي واعره واعره. البنات اللي غادي يقولوا راه جات حلوه، راه ما جاتش حلوه، يعني ميلفاي معروف راه حلو، جات زوينه. اللي كيبغي الميلفاي اكيد هذه غادي تعجبو، جا فيها واحد المذاق اللي زوين ومميز، غزاله غزاله. انا صراحه عجبتني على الكريمه، يعني حاولت نغيرو من الكريمه، يعني هاد الطريقه اللي زوينه ومكونات اللي بساطين ومتوفرين عندكم في البيت. صافي هنا كناخذ هذيك الطبقه ديال الملفاي وكنديرها وكنحاول نضغط مزيان بيدي باش كتشد هذيك الفورمه. صافي هنا كندير عاوتاني الطبقه، يعني الطريقه راه موضحه لكم في الفيديو، يعني كل ما بين طبقه وطبقه كنديروا ديك الكريمه كيف كتشوفوا معايا وكنحاول نوزعها بهذا الشكل هذا. وضروري تكون سخونه، حاولوا تسربيو يديكم باش ما تبردش ليكم. صافي وكندير الطبقه الاخيره كيف كتشوفوا معايا وكنحاول نضغط مزيان باش كيتثبت هذيك مزيان داك الكريمه مع ديك الطبقه ديال الملفاي. الطريقه راه واضحه. صافي هنا غادي نخليها في جانب. وهنايا درت بالنسبه للكلاصاج درت هنا 4 المعالق كبار ديال السكر كلاصي، كل نوعيه جيده. وبديت كنضيف هنا الحليب. بالنسبه للحليب
درت 2 معالق في الاول. هنا الكميه ديال الحليب كيف غادي تشوفوا معايا كنبقى نضيفو غير شويه بشويه وحنايا كنخلطوها. نتوما درت هذوك 2 معالق وكنبقى نخلط 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 حتى كيولي لي يعني ثقيل، وعاد كنبقى نضيف شويه بشويه حتى كنوصلوا للقوام اللي باغيين، ما خاصش يكون خفيف وما يكونش في نفس الوقت ثقيل. ها انتما كيف كتشوفوا معايا، يعني حاولوا ما تضيفوش كميه كثيره ديال الحليب، الا جرى لكم غتبقاو تضيفوا الكميه السكر كلاصي. صافي هنايا غادي ندير واحد المعلقه ديال الزيت، معلقه الزيت. غتقولوا لي علاش الزيت؟ باش ملي كيبرد هذاك السكر كلاصي وكيجمد ما كيديرش داك التشققات من الفوق، يعني ما كيجيش مشقق، كيجي ملس، يعني السطح ديالو ملس. هذا هو السر ديال الزيت في السكر كلاصي. ومع الحليب ها نتوما كنضيف غير قطيره بقطيره، يعني هاد الطريقه هذه حتى كتوصلوا لواحد القوام اللي نتوما هو هذاك كيبان لكم ماشي ثقيل وماشي خفيف. وها نتوما كتشوفوا معايا هذا هو القوام اللي كنوصلوا له. مباشره كنضيفوا على ديك الطبقه ديال الملفاي بهذا الشكل هذا، وهنايا كنولي نعاود نخلط تقريبا معلقه ديال السكر كلاصي مع نص معلقه الكاكاو وواحد المعلقه صغيره ديال الحليب، وكندير فيه يعني الكاكاو كيف قلت لكم، وكنخلطو مزيان. بعد ما كنخلطو كنديرو في واحد البلاستيك باش كنخطط من الفوق، يعني كنديرو الطريقه ديال الملفاي. وهنا كنحاول نمشي هذاك الكلاصاج بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل، كيف بهذه الطريقه. صافي واخا يهبط لكم مع الجوانب غادي نحيدوهم باش نقادوهم. صافي هنايا كيف قلت لكم درتو في بلاستيك وبديت كنخطط، يعني الطريقه العاديه ديال الملفاي راه باينه يا البنات. يعني بهذا الشكل حاولوا نتوما تبعدوا الخطوطه حيت انا قربتهم بزاف، جاو منين جيت يعني نخطط على شكل ملفاي جاوني قرابين بزاف وما بانش داك الشكل زويون ديال الملفاي. صافي وكناخذوا موس وكنبقاو نمشيو بهذا الشكل هذا ونوليو نمشيو للعكس. صافي وكيكون واجد هنا خليو الملفاي ديالكم لمده ساعتين، يعني بلا ثلاجه غير برا. خليوه مده ساعتين غيكون نشف لكم هذاك السكر كلاصي او الليبات ليله كامله، غير ما ديروش في الثلاجه، يعني ديروا غطيوه وخليوه برا باش وخليو داك الكلاصاج ينشف. هنايا انا الصراحه خليته غير ساعه حيت هذاك الكلاصاج في الجناب نشف، ولكن في الوسط بقى شويه مازال خصو يشد راسو. صافي هنايا انا يعني قطعته كيف قلت لكم وهو مازال داك الكلاصاج في الوسط. هنا غير بغيت صراحه بغيت نقطع لكم باش تشوفوا معايا الملفاي كيف كيجي، جا غزال ما شاء الله، جا واعر واعر بزاف وواحد التقرميشه فيه جات خطيره البنات. انا متاكده الا جربتوا. المهم هنا كتقطعوا الحجم اللي بغيتو، الشكل نتوما كيف بغيتو، طوال اولا مربعات. انا قطعتهم على شكل مستطيل. شوفوا معايا كل طبقه كيف كيجي ما شاء الله. غير صراحه التصوير بالليل شويه كيجي ما واضحش مزيان. الصراحه نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم وغادي تعجبكم بزاف، وحتى وليداتكم غادي تعجبكم وما تبقايش اختي تشريها. انا جبت لك الوصفه وجديها في دارك بطريقه سهله كيف كتشوفوا، والاهم غادي تنجح معك. تبعي غير الاسرار باش تنجح معاك. وكنقول لكم هذا هو الشكل النهائي ديال الملفاي ديالنا. صراحه جات زوينه. شوفوا ليا العجين كيف جاي مورق مقرمش وناجح مليون في المية. اما الحشوه جات واعره واعره زوينه بزاف وفعلا كتستحق التجربه. شوفوا لي نتمنى تكون واضحه لكم التصويره. اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف. قبل ما تخرجوا من الفيديو كيف العاده ما تنساوش تفرحوني بلايك للتشجيع فضلا وليس امرا. وشكرا لكم على التفاعل. الفيديو اللي حطيت من قبل تفاعلتوا معاه بزاف، كنقول لكم شكرا والهلا يخطيكم عليا. بلا بيكم ما كنسوى حتى شي حاجه. شكرا بزاف، كتخرج صراحه من القلب. وكنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو ان شاء الله جديد، وصفه جديده بصحتكم وراحتكم.